السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى معانا يعني حاجة طعمة جدا جدا، بتتاكل جنب الأكل كده. زي ما بيقولوا تحريشة جنب الأكل، بتخلي الواحد ياكل. تمام. وهي الليمون المخلل، أو الليمون المعصفر في البيت، بطريقة سهلة جدا. مش اوفر دوز مكونات، هي كام مكون، حاجات خفيفة جدا، وهيطلع معاكي بجد احسن ليمون معصفر، واحسن من بتاع المحلات كمان، وانتي ضمناه بنفسك. انا النهارده عملت كميه صغيره عشان بحب اعمل فريش بفريش، لانه بيتاكل تاني يوم على طول. تمام. انا هنا جبت نص كيلو من الليمون. ليمون كده يكون حجمه حلو، كلهم يكونوا تقريبا قد بعض علشان التسويه بتاعتهم تكون واحده. فانا عندي هنا نص كيلو من الليمون، غسلته غسله كويسه جدا، وبعد كده جبت حله على النار. بدات ان انا احط فيها شويه ميه عاديه من الحنفيه، ونزلت بيها بالليمون، وبدات ان انا اسخن يعني على النار الميه بالليمون. تمام، يعني يسخنوا مع بعض لحد ما الليمون يوصل لنص تسويه، ما يعني ما يستويش يتهري، عايزينه نص تسويه، الليمونه لسه ماسكه نفسها كويس جدا جدا، و يعني مش متفعصه او مش متبهدله. تمام. انا هنا الليمون انا سبته في الميه منقوع يومين. كل يوم انا بغير عليه 5 مرات. ليه؟ علشان نشيل المراره في الليمون. تمام، يعني هو اتنقع بعد السلق يومين، كل يوم بغير عليه 5 مرات. دي بقى المكونات بتاعتي. اول حاجه معايا معلقه كبيره من حبة البركة، معلقة كبيرة من العصفر، معلقة صغيرة أو ربع معلقة صغيرة من الكمون، معلقة كبيرة مليانة من الملح، 4 فصوص من الثوم صغيرين أو فصين بس كبار، ونص فلفل، واحدة فلفل رومي، نص واحدة بس. عندك أحمر تمام، عندك أخضر تمام. وكمان عايزاه سبايسي سنة، ممكن تحطي نص فلفل حامي يعني حراق. تمام. هننزل بكل المكونات دي، وطبعا معايا كمان ربع كوباية من الخل، وربع كوباية من الزيت، اي نوع زيت عندك، زيت ذرة او زيت زيتون عادي، انا عملته بزيت الزيتون. اول حاجه انا ضربت كل المكونات مع بعض، بس ما حطيتش معاهم يعني الزيت والخل. انت ممكن تحطيهم كلهم وتخلطي كله مع بعضه، ولكن انا حبيت ان انا احطهم واضيفهم خارجيا كده، علشان يطلع القوام مظبوط زي ما انا عايزه، ومش عايزه المكونات تتهري قوي 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 في وجود السوائل في الكبه يعني. خلاص كده. جبت الليمون بتاعي. طبعا خطوه مهمه جدا جدا لازم نعملها، ما ينفعش ان احنا نحط كل التتبيله اللي احنا عملناها دي بتاعه الليمون المعصفر عليها على طول. لازم ان احنا نفتح الليمون بالسكينه كده. تمام، لازم تقطعيه نصين او 4 ارباع، لازم لازم، علشان تدخلي التتبيله اللي انت عملتيها في قلبه من جوه. تمام. نقول تاني تاني تاني، الحشو اللي احنا عملناه او التتبيله عملناها عباره عن ايه؟ معلقه كبيره من حبه البركه لكل نص كيلو ليمون، معلقه كبيره من حبه البركه، معلقه كبيره من العصفر، ربع معلقه من الكمون، معلقه كبيره من الملح. تمام. وبعدين معايا ربع كوبايه من الزيت، وربع كوبايه من الخل، او ممكن تقللي الخل شويه كمان لو حابه. دي كده كل المكونات بتاعتي. هبدأ ان انا اجيب الليمون وابدأ ان انا افتح فيه، مفهوش اي حاجة. ويا جماعة اهم نقطة، هو لما بيتغلي على النار، يعني بتحطي الليمون بالمية مش مغليين، هما بيغلوا مع بعض او بيسخنوا مع بعض. مجرد بس ما الليمون يوصل لنص تسوية بقفل عليه، انا مش عايزاه يتهري، مش عايزاه يتبهدل معايا. تمام. وبعدين ببدأ ان انا احطه انقعه في المية لمدة يومين. في اليوم الواحد بغير المية بتاعته 5 مرات. ليه؟ عشان نقلل المرارة بتاعت الليمون، فيطلع معانا الليمون بالطعم الجميل بتاعه. احنا هنا خلاص فتحنا كل الليمون. في اللي اتفتح 4 وفي اللي اتفتح 2 عادي خالص، المهم ان هو يتفتح. هنبدأ بقى حبايب قلبي ان احنا نحشي التتبيلة اللي احنا عملناها، او الخلطة بتاعت الليمون المعصفر دي جوه الليمون. يعني هو ده الصح، تمسكي ليمونه ليمونه، ما ينفعش ان انت مثلا تحطي الخلطه عليه كلها وتقلبيها كده خلاص من بره. لا، احنا عايزين كل التتبيله اللي احنا عملناها بتاعه العصفر بقى والحاجات دي، ان هي تدخل في قلب الليمون من جوه. كل ده بيزود تسويته. انت لو حابه سبايسي اكتر ممكن تزودي شطه بودر، ممكن تحطي مثلا قرن او 2 من الفلفل الحار السبايسي، براحتك. درجه الحرقيه دي بتاعتك انت يعني. تمام. انا هنا عندي اي برطمان فاضي، اي برطمان، ده حتى كان بتاع عسل نحل، انا جبته طبعا نظيف ومتعقم. بدات ان انا احط فيه شويه يعني على القاع بتاعه البرطمان كده، وبعدين بدات ان انا ادخل كل الليمون.
انا عايزه ادخل ليمون كله في برطمان واحد، فطبعا ده هيكفي لي نص كيلو مرتاح جدا. هبدا ان انا يعني اضغط شويه بحيث ان هم ينضغطوا سنه، ان هم ياخد البرطمان ياخد الكميه بتاعتي كلها. ف دي كانت انسب طريقه. تمام، احنا كده خلصنا الكميه، وطبعا نزل شويه من التتبيله في الطبق اللي احنا كنا بنعمل فيه. كل ده هيتحط على الوش، زيت بقى الزيتون اللي احنا حطيناه والخل والكلام الجميل ده كل ده هينزل على الوش. تمام، وبعدين هنكمل طبعا لو في اي بواقي او اي حاجه ممكن ان احنا نحطها برضو على الوش، بتبقى جميله جدا. وفي الاخر خالص بعد ما نخلص هنرش بس رشه بسيطه من الزيت، دي هتعمل كماده حافظه يعني علشان ما يحصلش فيه عفن او حاجه. وانا ما اعتقدش انه هيحصل فيه حاجه اصلا، لان احنا يعني مش يعني الواحد مش بيصبر عليه اصلا. هو تاني يوم على طول حطيه طبعا في اي رف عندك، مش في التلاجة، بتحطيه في اي رف من رفوف التقفيله بتاعه المطبخ بتاعتك، في مكان مظلم ضلمه، ما يكون ما يدخلوش نور يعني، وتقفلي عليه. ومثلا انا حطيته دلوقتي قاعد على قعدته عادي، شويه هقلبه على راسه، شويه اقلبه تاني يقعد عادي، شويه اقلبه تاني جوه التقفيله، وتاني يوم على طول ابدا ان انا اكل منه. هيطلع معانا زي الزبده، بجد تحفه جدا زي الزبده. تمام، انا كده كنت خلصت. بوريكم بس ان احنا شويه بنحطه على وشه وشويه بنحطه على القاعده بتاعته عادي. لازم نقلبه جوه الرف كذا مره كذا مره يا جماعه. خلاص، بعد كده انا بس هوريكم بقى شكله بعد ما خرج. ده كده كان تاني يوم على طول، يعني تقدري تاكلي منه دلوقتي حالا. ده كده تاني يوم على طول تقدري ان انتي تطلعي وتاكلي منه، هيبقى طعم جدا جدا. وهيبقى برضو يعني خلاص وصل المرحله اللي انتي عايزاها. هي ميزته ان هو سريع، سريع جدا. في مجرد ما تسلقيه ويومين وخلاص، تالت يوم بتاكلي منه على طول. خلاص، انا برضو هعمل لكم اختبار تاني بايدي وانا بفصصه. ده كان تالت يوم على طول، يعني اليوم التاني على طول بتاع تالت يوم على طول بيكون طري جدا. خلاص استوى جدا. طعم بقى العصفر وطعم الليمون خطير، اللهم بارك، ونضيف. وانتي عامله حاجتك بايدك في البيت. ما تخافيش بقى مثلا من هو بره محطوط عليه مكونات انتي ما تعرفيهاش. بجد جربوا الطريقه دي حتى ولو في كميه صغيره في الاول، هتعجبكم جدا. وما تنسونيش بقى في الاشتراك يا حبايب قلبي، الاشتراك مهم جدا جدا. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.